السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم بقى التورتيه الحلوه دي، هنعملها من اول حاجه، من البدايه. بصوا، هي سهله وطريقتها جميله وما فيهاش اي تركية صعبة، ماشي. وهو يعتبر الفيديو ده تعليمي، لان انا باذن الله يعني هقول كل المعلومات فيه باذن الله. كلنا طبعا بيعدي علينا مناسبات سعيدة وكده، فنعمل حاجة بقى في البيت حلوة، لان الاسعار طبعا يعني شادة شوية. كل سنة وانتم طيبين. ويلا بينا على الطريقة والمقادير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا، ويلا بينا. اول حاجة معانا 6 بيضات، طبعا ده دقيق سبونج جاهز، عليهم نص كوباية مية، وعليهم باكو فانيليا. طبعا الفيديو يكون طالع من التلاجة افضل يعني. بسم الله. هنبدأ بقى في بولة نضرب البيض. أنا البيض بس هضربه الأول كده بمضرب يدوي، دقيقتين 3 كده، أطمن إن هو بس إيه كله اندمج كده، وبعد كده هبدأ ببقية المقادير هنزلها. هنزل بقى بالسبونج والنص كوباية المية، بس كده. هبدأ بقى الأول أقلب بس بإيدي كده، وبعد كده استخدم بقى المضرب الكهربائي. يعني بصوا، هو يعني هي هنتعب بس في الحتة دي، بس احنا لازم نضربه أقل حاجة مثلا تلت ساعة أو نص ساعة، ممكن تضربي شوية وتريحي المضرب شوية. أنا هعمل بقى في الحلة دي حلة كيكة مقاس 24. الكيكة السبونج بالكاكاو بتاخد وقت أطول، يعني أخدت معايا تقريبا ساعة إلا ربع، على فرن متوسط الحرارة 180 درجة. بعد ما استوت أنا هاسيبها تبرد شوية على جنب كده عشان أعرف أتحكم فيها كويس. خلاص كده هبدأ بقى أقطعها، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا حاطة في الحلة طبعًا ورق الزبدة ده عشان تطلع معايا بكل سهولة. هاشيل بقى ورق الزبدة بالراحة، شكلها جميل وريحتها تحفة وطرية ومش عايزة أقول لكم. هابدأ بقى، أنا عندي اللي هو المنشار الحديدي دوّة. هابدأ بقى أقطعها 3 قطع، شوفوا شكلها من جوه جميل أوي. وبالراحة كده وأنتِ بتقطّعي عشان إيه ما تتقطعش منِّك، اتقطعت معايا بكل سهولة طبعًا، بدل سِبناها تبرد هتتقطع معاكم بسهولة. بس شوفوا بقى ال3 طبقات سمكهم جميل أوي، هاسيبهم بقى على جنب وأبدأ إيه في الكريمة. الكريمة عندي دي كريمة لباني، دي كوباية، عليهم ربع كوباية مَيّة ودُولة ربع كوباية سكر وكوبايتين مَيّة. بس أنتِ لو مش هتضيفي أي حاجة على الكريمة اللباني ممكن تخلّيها كوباية مَيّة بس، كوباية واحدة. أنا هاضرب بقى الكريمة اللباني بالمضرب الكهربائي، ضربتهم 5 دقايق تقريبًا. بعد ما بدأوا يعملوا لي الفوم ده نزلت عليهم دوّة كريمة، دي باسل كريم، هاضربها حلو أوي، عملت لي بقى القوام الحلو ده. بس هانزل بقى عندي هاطعّمها بالمعلقتين كاكاو ومعلقة برضه نوتيلا كده مسيّحاها، إحنا عندنا هنا عشاق الشوكولاتة. هاضرب برضه كويس أوي يمتزجوا كلّهم مع بعض، ولو حابة تعزّزي اللون عن كده زوّدي كاكاو. بس هابدأ بقى أحط على طبق التقديم بتاعي أول طبقة في الكيكة، وهارُشّها دي مَيّة بسكر، كوباية مَيّة عليهم 3 معالق سكر، هارُشّها كده عشان تبقى طرية كده ومندية، وأنزل بقى بطبقة الكريمة أفردها، وهكذا في كل الطبقات. الطبقة التانية نحاول نسويها كده بإيدينا عشان إيه كلّها تبقى متساوية، وأنزل برضه أسقيها بالمَيّة. مَيّة، ممكن لبن بالكاكاو، يعني عصير، لو مربى، ده كلّه هيمشي معاكِ. هنحط عليها برضه طبقة كريمة كده محترمة، لو عايزة طبعًا بين الطبقات تحطي مثلًا مكسرات، حاجة كده، مقرمشات، هتبقى برضه ظريفة معاكِ. هانزل بقى بآخر طبقة، وآخر طبقة هي القعر بتاع الكيكة عشان يبقى متساوي معانا. وهانزل بقى إيه هابدأ أسويه كده من الأطراف. في المرحلة ديّة إيه يعني استمتعي بقى وأنتِ بتعملي بالكريمة. أنا كمان هابقى مسخّنة مَيّة جنبيّا، وهامسح السكرابر كل شوية بفوطة عشان يبقى وشّها متساوي كده وجميل. ده بقى الجناش الشوكولاتة. أنا مرضتش أجيب طريقته عشان بس مطوّلش عليكم الفيديو، هانزّله في السكرابر. بس هانزل بقى كده بالجناش بالراحة، يعمل لي بقى الخطوط الجميلة ديّة. وأنا هانزل برضه بالوش بعد كده، معلش إن هو الحتّة دي اتقطعت معايا. وعندي بقى شوكولاتة اللي هو الشوكولات شيبس ده، والكونو. أنا عايزة أقول لكم الكيكة من غير أي أدوات وشكلها جميل أوي وتحفة. وهاحط برضه واحدة كونو كده على الجنب. بصوا التزيين ده بقى يرجع لِك، ودي برضه قطع شوكولاتة. أتمنى إن هي تعجبكم، طريقتها سهلة وجميلة وطعمها طبعًا تحفة جدًا يعني. كل سنة وأنتم طيبين، وأتمنى إن أنتم لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله.